هذا هو البنيون اللي لازم ديروه في العيد. انساو البنيون العادي وجربوا لي هذا البنيون بريستيج اللي يجيب ذوق البيستاش والبوينو. ذوقوا شكل جديد راح تتميزي به نهار العيد. في ريسيبيون نديرو اول حاجه كيلة تاع المكسرات، كيلة تاع القفريط، وكيلة تاع الكاطو اللي يكون مرحي. نزيدو عليها نص كيلة تاع حلوى الترك وكيلة تاع القطايف اللي كنت حمصتها، ملعقه كبيره تاع الكاكاو، نخلطو مليح. من بعد نبداو نلمو بالشوكولا تارتيني، نبداو نلمو بشويه حتى وين تتشكل لي اون بات اللي كي انا نعجنها تجي هكا حاكمه روحها. جبت المول تاع السيليكون، استعملوا اي مول حبيتو. ذوبت 250 غرام تاع شوكولا بلون، زدت عليها 50 غرام تاع شوكولا سوداء، وتحصلت على هذا اللون يجي كلير، يجي بزاف شباب. حكمت المول تاعي تاع السيليكون وبديت نيطالي في هذيك الشوكولا تاعي اللي تكون ما فيها حتى اضافات. من بعد ما درت لها دو كوش، وبين كل طبقه وطبقه دخلتها المجمد. درت الطبقه الاولى البنيون، والطبقه الثانيه درت خليط بين البوينو والبيستاش. سيوها بهذه الطريقه تجي بزاف بنينه. وحنختمها بطبقه تاع البنيون اللي كنت ضغطتها هكا على يدي وغلقت عليها. من بعد نغلق عليها في الطبقه الاخيره اللي هي الشوكولا. ندير هكا بشويه بالبانسو حتى ندير في كامل الجوانب باش كي نديموليها تجيني سهله وما تعبنيش. هنا بعد ما دخلتها المجمد زاد حكمت روحها، جيت نديموليها وشتو قدام عينيكم راهي تديمولا فاسيلمون. نحي لها هذوك الزوائد بالموس. من بعد نروح نزينها بهاد الورود اللي كنت خدمتهم بعجينه السكر. شوفوا لي التزيين تاعها شحال شباب وشحال بسيط، جا بزاف شباب وجا راقي. وصفه بزاف شابه وهيله وبنينه. نتمنى انكم كامل تجربوها، نقسمها معاكم باش تشوفوا القوام تاعها الداخل كيفاش جا. اذا عجبتكم الوصفه ديروا حفظ للفيديو وبعتوا الوصفه هذه لصحاباتكم وجربوها. مع السلامه.